بيكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. وزي ما عودناكم دايما بنجيب لكم أصل وتفاصيل كل الحكاوي والموضوعات اللي تهمكم. قصة عروس الإسماعيلية حدوتة أثرت في ناس كتير، وده لأن هم متابعينها من البداية وشافوا من أول ما تعرضت مها محمد عروس الإسماعيلية للإهانة والضرب في الشارع يوم فرح، لحد ما طلعت مها وقالت إن هي خلاص سامحته على الموقف ده وقررت تبتدي معاه من جديد. بس بعد فترة مش كبيرة طلعت وقالت إنها اتضربت وقررت تنهي الجوازة ورفعت عليه القضية اللي اتحكم لها فيها. بس بعد مفاجأة خروجه قرر عبد الله يطلع ويحكي الحكاية من وجهة نظره، وده لأن دايما اللي كان متصدر الموقف هي العروسة، واللي كانت دايما تحكي الحكاية من وجهة نظرها. طب ايه اللي قاله عبد الله؟ ده اللي هنحكيه لكم بالتفصيل في الفيديو النهارده. بس الاول يا ريت تدعمونا، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بعد ما قررت محكمة جناية الإسماعيلية يوم الأربع تخفيف الحكم على عريس الإسماعيلية لشهر بدل من عام، وده بعد ما قدم محامي العريس نقض على الحكم اللي كان قضى بحبسه سنة وغرامة 2000 جنيه. بناء عليه خرج عبد الله والمعروف إعلاميا بعريس الإسماعيلية، وده لأنه كان قضى المدة اللي عليه من يوم ما تم ضبطه، وطلع أخيرا ويوضح الصورة كاملة وقال مفاجآت كتير. طب يا ترى ايه هي المفاجآت اللي قالها عبد الله؟ قال انا ما ضربتش مراتي ولا حاجة ولا حتى تعديت عليها زي ما اتهمتني، كل الموضوع ان حصل بينا مشادة كلامية جامدة مش اكتر. امال ايه الحكاية يا عم عبد الله؟ هي ضربت نفسها يعني؟ قال عبد الله وكمل كلامه الحكاية وما فيها ان مسكت ايديها واحنا بنتخانق فرجعت لورا واتخبطت في النيش. ده كل اللي حصل. ما كنتش اتمنى ابدا ان يحصل كل ده، خاصة اني فعلا ما ضربتهاش. ووضح انه كان عايز ننهي علاقته بمراته بالمعروف، وقال زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، لكن قدر الله ما شاء فعل. هي دايما ومن اول الجواز مسلمة دماغها لناس تانية وكانت بتمشي وراهم، لكن دلوقتي خلاص كل واحد يشوف حاله. تفتكروا الحقيقة فعلا كلامه وهي فعلا السبب في خراب الجوازة وهو ما ضربهاش ولا حاجة والغلط كان من عندها من الأول، ولا بيكذب عشان يبرر كل أفعاله، خاصة إن الكل شاف وهو بيضربها يوم الفرح واللي ضرب مرة يضرب أكتر. يا ريت تشاركونا بآرائكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.